بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه الله بكتابه العزيز هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العزيز قائلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية سنتناول إن شاء الله من خلال هذا البرنامج جملة من الغايات وجملة من الرؤى وجملة من القيم وجملة من الأهداف الكلية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تشد المؤمن نحو المعالي وتشده نحو المثل العليا وتشده نحو السماء، وترتقي به من هذه الحالة التي يعيشها الإنسان مشدودا نحو الأرض. تشده هذه الغايات القرآنية تشده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الباري جل جلاله وإلى جنة الفردوس، وإلى أن يعيش مع الملكوت الأعلى ولا يكون في هذا الحضيض الذي تعيشه البشرية. برنامج غايات قرآنية هو من البرامج إن شاء الله التي سنواصل من خلالها ونتعرف من خلالها على جملة مما يسمى بالغايات. ولكن قبل أن نبدأ إن شاء الله في هذه الغايات ستكون هنالك حلقة أو حلقتين إن شاء الله نعرف أو نتناول هذا العنوان، عنوان غايات قرآنية. ما هي الغايات القرآنية؟ وبالتالي سنقف كما يقال التعريف المركب، نقف فيه على المفردتين، مفردة الغايات ومفردة القرآن الكريم. وستكون إن شاء الله هذه الحلقة الأولى تحدث فيها عن الغايات. وعموما نسمع كلمة الغايات ونسمع كلمة الأهداف ونسمع كلمة الوسائل، هذه غالبا لكثير، يعني سواء الذين يدرسون الدراسات الشرعية أو الذين يدرسون الدراسات الأكاديمية العادية وخصوصا علم الإدارة، نلاحظ بأن هذه المفردة دائما حاضرة على مستوى الأفراد، وحاضرة على مستوى المنظمات والجماعات والأحزاب، وحاضرة على مستوى المجتمع، وحاضرة على مستوى الدولة. دائما ما نسمع هذه الكلمة: غايتنا. ما هي الغاية التي تسعى إليها؟ فكلمة غاية. ونسمع كذلك أهدافنا، ونسمع كذلك وسائلنا. وغالبا الاتجاهات الرسمية المنظمة يتم صياغة هذه المسائل في شكل نظم وفي شكل أشياء مكتوبة، فيتم تحديد الرؤى الكلية والغايات الكلية، ويتم الأهداف، ويتم وضع الأهداف، ويتم كذلك وضع الوسائل. فمن خلال هذا الأشياء المبسطة، هذا التناول، إن شاء الله سنقف على موضوع الغايات. ماذا نريد بالغايات القرآنية؟ وهل مفهوم الغايات الذي هو بهذا الشكل هو نفس الذي سنتناوله في برنامج غايات قرآنية، أم أن هنالك فرق أو هنالك فروق؟ نلاحظ من خلال التتبع لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول علماء الأصول من خلال استقراء الشريعة، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى له حكم وله غايات وله مقاصد قريبة وبعيدة بالنسبة لإنزال الشريعة وتكليف المكلفين. وينطلق هذا الأمر من مفهوم نفي العبثية عن أفعال الله، ونفي العبثية عن أقوال الله، ونفي كذلك الارتجال والفوضى عن أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لما ينفي العبثية عن الخلق يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا ينفي الله سبحانه وتعالى مفهوم العبثية والفوضوية واللاغائية،
ويثبت بطريقة مباشرة أن الخلق له غاية، وأن إنزال الرسل له غاية، وأن إنزال الكتب له غاية، وبالتالي ينفي العبثية عن الناس فيجعل للحياة معنى. مفهوم الغاية يجعل للحياة معنى. لما يخرج الإنسان في الصباح من بيته وتقول له إلى أين ذاهب أو أين تذهب اليوم، فالإنسان العاقل الذي حدد أهدافه وحدد غاياته يقول لك والله أنا متجه إلى المكان الفلاني، حدد غايته بأي وسيلة، يقول لك والله سأركب الوسيلة الفلانية، وهكذا. إذن الإنسان الراشد الذي يرسم حياته بشكل منظم حدد غايات، حدد أهداف، حدد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف اللي هي الوسائل. يقول لك والله سأركب الطريق الفلاني، أذهب بالطريق الفلاني، في هذا الطريق سأحقق مجموعة من الأشياء لأصل إلى الغاية. هكذا شريعة الله سبحانه وتعالى وجدناها. فالله عز وجل ما من شيء خلقه في هذا الوجود إلا خلقه لحكمة وخلقه لغاية. وحتى الذين من المتكلمين والفلاسفة الذين نفوا مفهوم الغاية ومفهوم العلية أو مفهوم أن الله يفعل لغاية، فهؤلاء كما يقول العلامة الشاطبي، الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، لا أحد يستطيع أن يرد ما هو استقرائي في كتاب الله بأننا وجدنا أن الشريعة تصب إلى غايات، في نهاياتها تصب إلى غايات، وإن شاء الله سأتي إليها. فهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ينفي مفهوم العبث ويحدد مفهوم الغاية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فجعل هنالك للخلق غاية، وجعل تنتهي عملية الخلق هذه إلى غاية، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن المنتهى إليه والرجوع إليه والمصير إليه، إذ هنالك غاية. هنا نلاحظ أن الإنسان المسلم هنا وضع لنفسه رؤية. علماء الإدارة عندهم شيء اسمه الرؤية، وهو المدى البعيد، ما ينبغي أن تصل إليه، المنتهى الذي تريده. فهنا الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه العبث وعن أفعاله وعن خلقه وعن أوامره. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه، يضع كل شيء في موضعه ولغاية معلومة عنده سبحانه وتعالى، فلا يفعل الأشياء عبثا جل جلاله. إذا كان هكذا الأمر، إذا كان أن الله سبحانه وتعالى له غايات في خلقه وله غايات في أمره، فما المراد بالغايات؟ إيش المراد بالغايات؟ وماذا نعني تحديدا نحن هنا في هذا البرنامج بالغايات القرآنية؟ هل بمفهوم الغايات التي ذكرتها أم بشيء آخر؟ هذه إن شاء الله سنأتي إليها. عموما الغايات تعريفها هي الأهداف والمرامي البعيدة، أهداف ومرامي بعيدة ونهائية يتوخاها الشارع من شريعته، أي يتوخاها الله سبحانه وتعالى من شريعته، أو المكلف من خلال التزامه بالتشريع. يعني هنالك الله سبحانه وتعالى عندما ينزل التشريع فإنه يرمي من خلال هذا التشريع إلى مرمى بعيد. مثلا عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى آمن بي، وعندما يقول لك الله سبحانه وتعالى التزم برسالتي، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى اتبع رسولي، وعندما يقول لك الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن فيه هدايات فالتزمها، هذه الأوامر تؤدي بطبيعة الحال إلى غاية. هذا اللي نريد، ليس الأمر في ذاته. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك صلي، ليش أصلي؟ يقول لك هذه الصلاة ستؤدي إلى شيء. صوم، ليش أصوم؟ هذا الصوم يؤدي إلى شيء. التزم بالقصاص في العقوبات، لماذا التزم؟ لأن هذا القصاص يؤدي إلى شيء. إذن الغايات هي عبارة عن الأهداف والمرامي البعيدة التي يتوخاها الشارع من خلال تشريعه. باختصار، إذن النهايات التي أرمي إليها بالنسبة لي غايات، نهايات التي أرمي إليها بالنسبة لي غايات. دون هذه الغايات هنالك أهداف، هنالك أهداف وهي أكثر تفصيلا. الأهداف دائما، الغايات أكثر إجمالا ومحددة بشكل نوعي، والأهداف أكثر تفصيلا ومحددة بشكل أيضا دقيق وواضح ويمكن قياسه ومحدد ومدته الزمنية واضحة. هذا الهدف. الغاية دائما تكون بعيدة. مثال مثلا حتى تكون الصورة أقرب، مثلا كرة القدم. لاعبي كرة القدم دائما عندهم سلسلة من البرامج
دوريات، مجموعة من دوريات، لينتهي بنا هذا الدوري ينتهي في نهاية المطاف إلى النهائيات العالمية أو النهائيات الإقليمية القارية أو النهائيات القطرية. مثلا على مستوى بلد معين فهنالك نهائيات، على مستوى القارة هنالك نهائيات، على مستوى العالم هنالك نهائيات. طيب، الغاية لكل فريق كروي هو أنه والله يصل إلى الغايات النهائية. هو يريد أن يصل إلى نهائيات كأس العالم، فوصوله بالفوز بكأس العالم هذه غاية. يبقى هذه الغاية دونها جملة من الأهداف، أنه والله يفوز بالكأس على مستوى قطره، ثم يفوز بالكأس على مستوى إقليمه، ثم يفوز بالكأس على مستوى قارته، ثم ينتهي بعد ذلك إلى النهائيات. هذا مثال بسيط جدا نهديه طبعا لرواد وعشاق كرة القدم. وعلى هذا فقس، هنالك بطبيعة الحال أيضا الآخرين، كل من له أيضا أهداف بهذا الشكل فإنه يصب في نفسه. كذلك مثلا الطلاب أي طالب مجرد ما اندرج في السلك التعليمي له أهداف وله غايات، فأهدافه قريبة وغاياته بعيدة. يعني في نهاية المطاف الطالب المجد غايته مثلا أن يصل في التعليم إلى مستويات متقدمة، أدناها مثلا الغاية الصغرى أن والله يتخرج من الجامعة وأن يتخرج بنسبة مرموقة وأن يحصل بعد ذلك إلى دراسات عليا، وهكذا. غايته من التعليم أنه في نهاية المطاف يتخرج بنسبة معقولة تستطيع أن تجعله فاعلا في حركة في السوق، وأن يكون بهذه الشهادة التي تخرج بها يستطيع أن يعمل في عمل يكفيه مؤونة الحياة ويساعده في تكوين أسرة، وهكذا. إذن نلاحظ أن هذا الطالب ليصل إلى هذه الغاية النهائية هنالك جملة من الأهداف وجملة من الوسائل. إن والله يكون مجتهدا وأن يقرأ وأن يأخذ دورات وأن يتلقى التعليم على يد متخصصين. وعلى مستوى الأهداف إنه والله يحصل على جملة من الشهادات، إنه والله يحقق المرحلة الأولية، يحقق المرحلة الثانوية، يحقق المرحلة كذا، إلى أن يصل الغاية النهائية التي هو وضعها لنفسه في التعليم. هنا أتكلم عن التعليم. فإذن الغاية له منتهى يصل إليه في التعليم، ولكن هنالك غايات أعظم في النهاية. حتى لهذا الذي تدرج في التعليم يقول والله أنا أريد أن أكون معلما لأحقق مفهوم الاستخلاف في الأرض. إذن هنا أدخل بعدا آخر أعظم بكثير من الأبعاد المادية التي تنكفئ في حياتنا الدنيوية ولا تذهب إلى ما وراء ذلك. إذن المؤمن هنا يمكن أن نقول بأنه أكثر تقدمية في أنه لا يقف عند الحياة الدنيا وحدودها الزمانية، ولكنه يذهب إلى البعد الأبدي وإلى الغايات البعيدة التي لا تنتهي بموته ولا تنتهي بهذه الحياة الدنيوية، ولكنه يذهب إلى الغايات السامية، فيجعل مثلا من وظيفته ومن تعليمه ومن تحقيق أهدافه الدنيوية وغاياته الدنيوية غاية أسمى من ذلك، وهي أن يكون مثلا ممن يرضى الله عنه، هذه غاية كبيرة، وأن يكون ممن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى ويفوز بالرضوان العلوي. إذا لاحظ كيف ارتقت الغايات إلى أن يصل إلى غايات بعيدة. الخلاصة من مفهومنا للغايات أن الغاية هي أعظم ما يتمناه الفرد في حياته، والهدف مرتبط بطبيعة الحال بالغايات، ويصعب تحقيق الغايات إلا من خلال الأهداف، ويصعب تحقيق الأهداف إلا من خلال وسائل. إذن الوسائل هي الأدوات العملية اليومية التي تسلكها لتحقيق الهدف. مثلا التاجر يريد والله أن يكون ثروة، هذا بالنسبة له هدف، أنا أريد أن أكون ثروة. كيف يمكن أن تكون ثروة؟ أنك تضرب في الأسواق، أنك تتحرك، أنك تشتغل، أنك تعمل، تجري تحالفات، تجري شراكات، ثم تكون ثروة. لماذا تريد أن تكون هذه الثروة؟ يتفاوت الناس، فهنالك من غايته إسعاد نفسه وأسرته والأقربين، وهنالك من غايته إسعاد من حوله من الناس، فيتحول إلى شخص محسن وليس شخص فقط مثلا منكفي على نفسه بخيل شحيح، لا، كدس الأموال أو جمع الأموال، يريد بعد ذلك أن ينتقل بها إلى غاية أسمى. فهذه على كل الغاية باختصار شديد، وإن شاء الله لنا عودة لتكملة الموضوع، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مفهوم الغايات ومفهوم الأهداف، وباختصار شديد ذكرنا بأن الغايات هي المرامي والنهائيات البعيدة التي يتطلع إليها الإنسان، وغالبا عند علماء الإدارة يقولون بأنها ترتبط بمبدأ سامي، كذلك عند علماء الشريعة ترتبط الغايات بمبادئ سامية. لذلك تسمع مثلا بأن الله غايتنا، الله غايتنا، فهذه مرمى بعيد، مرمى بعيد. والأهداف دائما ما تكون مقسمة ومجزأة ومجدولة ومبرمجة قابلة للقياس، عندنا لها معايير محددة بزمن، ليست فضفاضة بحيث والله ما تستطيع تزينها، لا، الأهداف محددة وكمية، والغايات نوعية وكلية وشاملة، وفي نفس الوقت ذات بعد سامي ومرامي بعيدة. هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله، ونحن نريد أن نتحدث عن مفهوم الغايات في القرآن الكريم. نأتي إلى الغايات في القرآن، أو ما هي المقاصد الكلية أو الغايات الكلية التي ترمي إليها الشريعة بنزولها إلى ابن آدم. نلاحظ على كل علماء أصول الفقه أو الفقهاء عموما، وهم يتناولون الأحكام الجزئية، يتناولوا أحكام الصلاة، يتناولوا أحكام الصيام، أحكام، وكل الأبواب الفقهية مثلا تقسم إلى أبواب، إلى قسم كامل، قسم العبادات، وإلى قسم آخر هو قسم المعاملات. فلاحظوا بأنه والله قسم المعاملات العبادات بمجمله يصب مثلا نحو غايات كلية ترتبط بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وارتقاء النفس والروح نحو المعالي، والخوف من الله، والرغبة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فلاحظوا بأن العبادات كلها ترمي إلى غاية محددة، وهي غاية التعبد مثلا. ولاحظوا أن قسم المعاملات من بيع وشراء ومعاملات يعني إيجار وغيرها من المعاملات الفقهية المعروفة التي تندرج عموما فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، هذه أيضا ترمي إلى غايات كلية. لاحظوا بأن والله لو سئلوا إلى ما ترمي الشريعة في كلياتها في هذين القسمين، لقالوا بأن والله كلها يمكن أن ندمجها في أمرين: الغاية الكبرى للعبادات والشعائر هي غاية التعبد، والغاية الكبرى للمعاملات وأبواب المعاملات من بيع وشراء ومناكحات وزواج وغيرها هي غاية عمرانية، أي بمعنى كيف يكون الإنسان، كيف يعيش الإنسان في هذه الأرض، كيف يعمر هذه الأرض. فالله عز وجل خلقنا لهاتين الغايتين: غاية التعبد وغاية الاستخلاف والعمران، أو غاية العمران. يعني الله سبحانه وتعالى لو قيل لنا ما هي المهمة الأساسية التي خلقتم لها، ابتداء يمكن أن نقول خلقنا لأن الله أراد لنا الاستخلاف في الأرض، أراد أن يستخلفنا في الأرض. طيب، إني جاعل في الأرض خليفة. لو قيل لنا كيف يمكن أن يتحقق الاستخلاف في الأرض، هذه خلاص اعتبر الغاية الكبرى غاية الاستخلاف. كيف يمكن أن نصل إلى أننا والله فعلا نعبر عن أننا خلفاء لله في أرضه؟ يتحقق ذلك بأمرين: بأنك تكون عابدا لله، وأن تكون أيضا معمرا في الأرض. كيف نعبد الله؟ عن طريق الشعائر. وكيف نعمر الأرض؟ عن طريق المعاملات الشرعية. فالذي مثلا هنا لاحظ الآن أمامك كأنما والله تدب في غاية الاستخلاف عندنا، يعني المجرى الأول مجرى العبادات، والمجرى الثاني مجرى المعاملات، كلاهما يصب في الغاية الكبرى وهي غاية الاستخلاف. غاية الاستخلاف نفسها إن شاء الله لها يعني أمر كبير جدا سنأتي إليه، لكن دعونا الآن. خلقنا الله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى، قال إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قال بعد ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال أيضا واستعمركم فيها. إذا نحن وليعمروا الأرض. فالله سبحانه وتعالى إذن أراد منا أن نعبده عن طريق الشعائر من صلاة وصيام واستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى فيما يريد، وأراد منا أيضا في المعاملات أن نتعامل بأوامره التي تتعامل بمنطق الحلال والحرام. طيب، جميل. لو قيل لنا أيضا الله سبحانه وتعالى أنزل رسالة عظيمة، أنزل رسالة عظيمة، هذه الرسالة غايتها الكبرى إقامة القسط، الغاية الكبرى. يعني حتى من قضية التعبد وقضية العمران والاستخلاف، كلاهما يجب أن يؤدي إلى شيء كبير جدا، وهو غاية العدل والقسط.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهنا نلاحظ الغاية الكبرى من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتجريد يعني سيوف الجهاد في سبيل الله وإقامة الدعوة والابتلاء، كل ذلك هنالك غاية عظمى يجب أن نراعيها في تعبدنا، نراعيها في معاملاتنا، نراعيها في أفرادنا، في مجتمعاتنا، في أسرنا، في دولتنا، وفي حضارتنا الكلية، الحضارة الإنسانية، وهو كيف يقوم الناس بالقسط. إذا إقامة القسط هذا مقصد عظيم جدا. إذا لاحظوا معي كيف أننا استطعنا أن نقول والله من خلال الوقوف والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى وقفنا على جملة، هنا الآن لم أقف على الحصر، جملة من الغايات الكبرى التي إذا وضعها الإنسان، وضعها فرد، وضعتها مجموعة، وضعتها دولة، وضعتها حضارة إنسانية، وهي كيف يتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وكيف تتحقق عملية العمران في الأرض. العمران في الأرض له أحكام، العبادة لله لها أحكام، إقامة القسط في الأرض له أحكام. تتمثل هذه الأحكام في أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع وأقام البينات في سبيل أن يقوم الناس بالقسط. طيب، إذن الغاية الكبرى هي القسط، الغاية الكبرى هي إقامة القسط. طيب، هل هنالك يمكن أن نجزي هذه الغاية الكبرى؟ كيف نستطيع أن نتعرف على القسط اللي هي الغاية الكبرى؟ هل هنالك مقاصد وغايات نتوصل من خلالها إلى الغاية الكبرى؟ وهنا لاحظوا الآن الغايات نفسها، يعني يمكن أن تكون في غايات صغرى وغايات كبرى وهكذا. الغايات الصغرى سنلاحظ أنها يمكن أن تكون أهداف، والأهداف في محطة من المحطات يمكن أن تكون وسائل وهكذا. فكل هدف بالنسبة لما فوقه يعتبر وسيلة، وبالنسبة لما تحته يعتبر غاية. الآن اعتبر أن أن مقصد إقامة القسط هذه غاية كبرى للشريعة. طيب، هل هنالك غايات أخرى يمكن نعتبرها أهداف، نعتبرها مقاصد، يعني ستؤدي بنا إلى هذا المقصد الكلي أو الغاية الكلية؟ نعم، نص علماء أصول الفقه مثلا، علماء المقاصد منذ فترة، يعني الإمام الجويني، الإمام الغزالي، العز بن عبد السلام، الإمام الشاطبي، ولعله من أبرز الشخصيات التي حاولت أن تكتب في هذا الموضوع تحت في كتابهم الموافقات، كتاب خاص أفرد في داخل الموافقات باسم المقاصد، مقاصد الشريعة. فلاحظ العلماء بأن والله الشريعة في كل أحكامها ترمي إلى 5 أشياء، أو تهدف غايتها من كثير من التفاصيل التي نراها في الأحكام الجزئية. لو قيل لك ما هي الشريعة دي كلها أحكامها التفصيلي، لخصها لنا في جملة من الأشياء. قالوا بأن 5 أشياء تتمثل في الآتي: الشريعة بكل أحكامها تسعى إلى الحفاظ على 5 مقاصد، 5 غايات، 5 كليات كبرى. هذه ال5 كليات، 5 مقاصد، 5 غايات، هي مقصد الدين أو غاية الدين، وغاية النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل البشري، وحفظ المال. إذن لاحظوا بأن الأحكام كلها، أحكامنا العقائدية، الأحكام التعبدية، الأحكام الشعائرية، أحكام المعاملات، كلها تكاد ترمي إلى هذه الكليات ال5. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية حاول أن يضيف مسألة مهمة جدا إلى هذه ال5، ولكنها يمكن أن تدخل في ال5، وهو قال مقصد التعبد لله تعالى. يعني اعتبر كل الشريعة من مقاصدها الكلية في كل الأحكام مقصد التعبد حاضر، يعني مقصد التعبد لله سبحانه وتعالى هذا المقصد حاضر بطبيعة الحال. ستكون لنا إن شاء الله حلقة أخرى في هذا الموضوع، فكونوا معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.